الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب، في رواية وأعظم، من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. وذكر الله تعالى هو العمل الصالح بجميع أنواعه، والعمل الصالح هو الطاعات واجتناب الخطيئات والتوبة إلى الله جل وعلا من الزلات. فعشر ذي الحجة بدأت من غروب شمس اليوم، فجميع الأحكام المشروعة والعبادات المشروعة بدأت بغروب الشمس اليوم. فيبدأ مثلا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا يسمى التكبير المطلق، يعني في عموم الوقت. أنت في البيت، أنت في السيارة، أنت في المسجد، قبل الصلاة، بعد الصلاة والفراغ من الذكر والسنة الراتبة، وأنت ماشي خارج من المسجد جاي للمسجد، في كل مكان. هذا يسمى التكبير المطلق. ويغتنم الإنسان الفرصة أنه يكبر أكثر ما يمكن، ولتكبروا الله على ما هداكم، شكرا لله جل وعلا على الهداية. فهذا يسمى التكبير المطلق، يعني ما هو مقيد بأدبار الصلوات. المقيد بأدبار الصلوات يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويستمر إلى الفراغ من صلاة العصر يوم 13، هذا المقيد. وأما المطلق فهو يبدأ من الآن، يعني من غروب شمس اليوم وإلى أن تغرب شمس يوم 13. هذا التكبير المطلق، مطلق في الوقت، ويجهر به الرجال وتخفيه النساء، وفي كل مكان يمكن التكبير فيه إلا أماكن قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك. الثاني الصيام. والصيام في خلاف هل ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فروت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9، وروت عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرجح أنه يصوم، لأن الصوم من أخص العمل الصالح الذي اختصه الله تعالى لنفسه، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، إنه لا يعدل له. وأقل ما يمكن الإنسان أنه يفعله أنه يصوم يوم عرفة ويصوم الاثنين والخميس من العشر، وما زاد فهو خير له. والأيام المعلومات هي تسمى 10 ذي الحجة، وهي 9، لأنها تنتهي اليوم 9، يوم العيد، يوم النحر، من المعلومات ومن المعدودات، لأنه لا يجوز صوم يوم العيد بحال، فهو من المعلومات ومن المعدودات. فيشرع أن الإنسان يصوم ما تيسر له من العشر ويغتنم الفرصة، ومثل هذا قيام الليل، ومثل هذا الصدقات وصلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله تعالى، النصيحة، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، وهكذا كل جميل وكل فعل خير من العمل الصالح.
هذا ينبغي الإنسان ما يغفل عنه أبدا، ويذكر أهل بيته الصغار والكبار، ويذكر جيرانه وإخوانه. ومثل ذلك أيضا تلاوة القرآن، صلاة الليل، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم واليقظة، أذكار أثناء الاستيقاظ من الليل من النوم. كل ما ذكرت الله، كلما استيقظت من الليل تذكر الله جل وعلا، وتسبح 10 وتحمد 10 وتهلل 10 وتكبر 10، تعوذ بالله من ضيق الدنيا وضيق يوم الحساب 10. ثم إن شئت صليت من صلاة الليل تقبل منك، إن دعوت استجاب الله لك. في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا لا أعطاه إياه كل ليلة، فكيف بليالي العشر؟ ينبغي الاهتمام بهذا الجانب. من الأحكام المهمة أن الإنسان يحدد هو سيضحي ولا لا، والأضحية لها حكمة. أول شيء إنه امتثال لأمر الله بقول فصل لربك وانحر، وتأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي 10 سنين حتى توفاه الله. ومن ذلك إنها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، حيث ذبح الكبش الذي أنزله الله تعالى فداء لابنه إسماعيل. ومنها أنه شكرا لله على نعمته، أنواع نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن أخصها إن الله فسح في أجلك حتى أدركتها 10 ولا تدري أن تتمها أم لا. ومن كذلك الحكمة فيها التوسع على الأهل والعيال. ومنها كذلك أن الإنسان يتقرب إلى الله بالنسك، قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبح يعني نوع من العبادة، يختلف عن الذبح للحم، ويختلف عن العقيقة للمولود، هذا نسك خاص مرة في السنة الأضاحي. فيصير ينوي الإنسان هذا الشيء، كل من وجد سعة يتعين عليه أن يضحي ما دام عنده سعة. حتى قال العلماء رحمهم الله وإيانا أنه الإنسان يستقرض من أجل أن يضحي، ويذبحها بنفسه، ما يوكل عليها إلا عجز، إذا عجز أو شيء أو صار له عذر يباشرها بنفسه، شعيرة من شعائر الدين. فهكذا ينبغي. من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره، لا من شعر لحيته ولا من شعر شاربه ولا من شعر رأسه ولا من شعر بدنه، ولا يأخذ من أظفاره، ولا يأخذ من رجله. ما تأخذ جلد من رجلك أو أصابعك، ما تأخذ اختيارا إلا إن احتجت إليه، يعني حاجة ضرورية، حتى تذبح أضحيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وظفره شيئا، في رواية وبشره شيء، بشرة يعني. هكذا المقصود أن الإنسان ينتبه لهذه، هذه فرصة، موسم عظيم جدا يسره الله للعبد، أدركت أوله ولا تدري أن تتمه أم لا. ما نغفل، يصير الإنسان له طريقة وبرنامج في هذه العشر. ومثل ذلك أنه يتأخر بالمسجد، يقرأ إذا حصل له فرصة، يذكر الله جل وعلا، يسبح يهلل بدون عدد. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح باليوم 12 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، و12,000 تكبيرة، و12,000 تهليلة، و12,000 تحميدة. يقول هذه ديتي، أفك نفسي، يعني كأنه دفع دية سائر السنة، ما هو بالعشر. يغتنم الإنسان هذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فينا من التحميد والتهليل والتكبير، التسبيح. فهذا أمر ينبغي التفطن له، وأن ما يتهاون فيه، فرصتك هذه، ولا تناظر إلا اللي حولك يمينك ويسارك، آجال مؤقتة مؤجلة إلى حد معين، ما تدري، يمكن تكون أول الناس أرحم. فاغتنم الفرصة أن تذكر غيرك. وخير عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، إنه يسبح يذكر الله بالتسبيح، يقرأ القرآن يذكر الله بالقراءة، يرى في خشوعه وقاره يذكر الله في هذا، يبكر للصلاة هكذا يذكر في هذا. خير عباد الله من إذا رؤي ذكر الله، جعل الله وإياكم كذلك. فالمقصود التنبيه بالإشارة بأن أعمال 10 ذي الحجة بدأت من غروب الشمس، لأنه أعلن أمس إن اليوم متمم لذي القعدة، فإذا غرب الشمس اليوم معناه خلاص انت بدأت.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعل ذات المهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على